الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، راديو سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتكم وبرنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتحدث عن أهمية التعليم في إريتريا وعن الطالب الإريتري ومشاكله. ضيفي في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف والباحث في القرن الأفريقي والإريتري. أيها السادة، لا يخفى عليكم أهمية التعليم ودرجته عند الله تبارك وتعالى، وهو القائل سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهو القائل سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم القائل: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالعلم يحيا الإنسان، وبالعلم تحيا المجتمعات، وتزهو الازدهار، يزهو الازدهار، وتعلو الدول وتزدهر وتتقوى بحول الله تعالى، ثم بالعلم الشرعي والأكاديمي بنوعيه. في هذه الحلقة سنتناول عن أهمية التعليم عامة، وكذلك عن أهمية التعليم الشرعي ودوره في بناء المجتمعات. وسنتحدث كذلك عن تاريخ التعليم، عن تاريخ التعليم في إريتريا، ومشاكل الطالب الإريتري أينما وجد. أجدد ترحيب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. مرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا، أهلا وسهلا بكم، وجزاكم الله خير على قبول الدعوة. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بالمستمعين. دكتور الكريم، ما هو أهمية العلم والتعليم في ميزان الشرع وفي بناء الحضارة والمجتمعات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أول الشكر لراديو سلام، وشكر خاص لكم، وكذلك الشكر للمستمعين والمستمعات. حقيقة مسألة العلم هو حياة الإنسان، يعني بالعلم يستطيع أن يحيا حياة حقيقية، وبغير العلم أي بالجهل يعيش الإنسان متخلفا بعيدا تماما عن حركة الحياة وحركة المجتمعات الحرة وحركة المجتمعات الناهضة. وإذا أردنا على الأقل أن نقف على أهمية العلم، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى لما خلق آدم. أول قضية بعد أن خلقه وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وعلم آدم الأسماء كلها. سبحان الله. فكانت نقطة البداية هي التعليم. أن آدم عليه السلام ما آتاه الله سبحانه وتعالى من ملكات، وآتاه على الأقل من خلق، من جسد وروح، لكن ملكه بعد ذلك أهم ما يمكن أن يعيش به في الحياة، وهو قضية العلم. والعلم هو عبارة عن معرفة الأمور على ما هي عليه. العلم في حقيقته هو معرفة الأمور على ما هي عليه، وفي الاصطلاح الشرعي على الأقل هو معرفة الحق بدليله. والحق قد يكون حقا شرعيا وقد يكون حقا ماديا، أي معرفة الأمور على ما هي عليه. فالمختبر مثلا، الشخص الذي يعمل في المختبر يريد أن يرى الأمور وفق الحقائق الطبيعية كما هي، والإنسان الذي يبحث في الإطار الشرعي يريد أن يصل إلى الحق الشرعي كما هو. فهو معرفة الحقائق على ما هي عليه. فتبدو على كل مسألة التعليم هي عبارة عن الوصول على الخروج من دوائر الجهل، والوصول إلى الحقائق، ثم الاستفادة من هذه الحقائق التي استطعت أن تصل إليها عبر الأدلة. استطعت أن تصل إليها بدليل شرعي، استطعت أن تصل إليها بدليل عقلي، استطعت أن تصل إليها بدليل تجريبي. المهم ليست مشكلة، لكن كيف تصل إلى الحقائق؟ فالذي يصل مثلا إلى الحقائق الشرعية سيستفيد منها بعد ذلك وفق فلسفة العلم. والذي يسعى الوصول إلى الحقائق العقلية، أيضا هنالك علوم تسمى العلوم التجريدية، وهنالك أيضا العلوم التجريبية اللي هي لها علاقة بالمختبر ولها علاقة بالوضع الطبيعي. فالشاهد أهمية العلم إذا أردنا على الأقل أن نقف عندها، انظر إلى نقطة البداية بعد الخلق مباشرة، علم آدم الأسماء كلها. النقطة الثانية نقطة البداية في الرسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنلاحظ أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان أول آية فيها اقرأ. فكأنما هذه الأمة
قدرها أن تقرأ، وأن رسالتها أن تقرأ، وأنها من خلال القراءة تستطيع أن تصل إلى كثير من حقائق هذا الوجود. أيضا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى مما امتن الله به أيضا من المنن العظيمة جدا على الإنسان أنه علمه. الرحمن علم القرآن مباشرة، خلق الإنسان. لاحظ مع أن سبحان الله عملية الخلق عملية متقدمة على عملية التعليم، لكن كأنما الخلق بلا تعليم لا معنى له. فالله عز وجل قدم التعليم هنا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، أيضا أعقبها بعد ذلك علمه البيان. فالنقطة الثالثة كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة العظيمة، مسألة التعليم، الشيء الوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطلب المزيد منه، وقل رب زدني علما. يا سلام. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما افتتحت به في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كيف أن الذي يبحث عن العلم أو يكون عالما يجعله الله سبحانه وتعالى أو دلالة على إرادة الخير به. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا على الأقل في الجانب الشرعي. كيف أن الإنسان الذي يسعى إلى تعلم العلم الشرعي دلالة على أن الله أراد بصاحبه خيرا إلى غير ذلك على كل. ثم أيضا في الدرجات الآخرة مع أن أهل الإيمان كلهم يدخلون الجنة، لكن يتفاوتون في العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف أن الله سبحانه وتعالى يرفع الطرفين ويدخل الطرفين الجنة، ولكن تبدأ بعد ذلك عملية الارتقاء من خلال التعليم، أن أهل العلم لهم الرفعة ولهم الدرجة. ثم أيضا سبحان الله مسألة التعليم أو مسألة العلم لما فيه من نفع ديني ودنيوي تجعل حتى حركة الكون من حولك تستغفر لك. كيف يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الحيتان، حتى الحيتان في بحارها، تستغفر لطالب العلم. يا سلام. فمسألة التعليم حقيقة كما تفضلت هي عبارة عن معرفة الحقائق ثم النهضة بها بعد ذلك في اتجاهين أساسيين. طيب، أحسنتم جزاكم الله خيرا في بيان أهمية العلم. ما ذكرتموه من الأدلة ينصب على التعليم الشرعي، وما ينبغي عليه أن يكون الإنسان من معرفة ربه ودينه ونبيه. ماذا عن التعليم الأكاديمي؟ هو حقيقة عندما سبحان الله يعني القرآن الكريم لما نأخذ مفردات القرآن ستلاحظ أن معنى التعليم أو معنى العلم في القرآن هو معنى واحد يشمل الجميع. تمام. لكن الفرق وين؟ كثيرا ما يكون الذين يبحثون في العلم الدنيوي أو العلم الغير شرعي، العلم الذي الأكاديمي التجريبي، نعم، غالبا للأسف الشديد لا يذهبون به لأن يكون دليلا على الله. لكن لو أن هذا صاحب المختبر جعل العلم الأكاديمي هذا دليلا إلى الله، هو والذي جعل العلم الشرعي دليل إلى الله واحد، ليس هنالك فرق. كيف تفسر قوله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا طبعا لاحظ الآن هنا بحث علمي بحث علمي. كيف أن الإنسان يتدبر في نفسه، كيف أن الإنسان يتدبر في الكون، لأن الله سبحانه وتعالى دل على أمرين مهمين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. فالقضية إنه هذا الذي بحث في النفس بحثا علميا واستطاع أن يستدل بها على الله، وهذا الذي بحث في الكون واستدل به على الله لا يقل عن الذي استدل بالدليل الشرعي ودليل الوحي إلى الله سبحانه وتعالى. لأن في القضية في نهاية المطاف كيف تستفيد من العلم اللي يدلك على الله سبحانه وتعالى. بل أن كثيرا حقيقة من علوم الكون، نعم، الفلك بالذات وما إلى ذلك، نجد أن الله سبحانه وتعالى يكرره كثيرا في القرآن. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رغم أن هذا علم مستقل يعلم في مجال البيولوجيا والجيولوجيا وأفريقيا ومواقعها. يعني لاحظ سبحان الله، شوف كيف أن الله سبحانه وتعالى لو رصدنا حركة الرسل منذ البداية وإلى النهاية ستلاحظ فيها كلها حركة علمية، بلا شك كلها حركة علمية. فكأنما العلم عبارة عن بينات للهدايات الإلهية كيف تصل من خلاله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه مسألة جاءت في سياق سبحان الله مسائل الجبال وعلوم الأرض، يا سلام، هي في الأصل جاءت في هذا السياق. فكأنما الذين يتعرفون على الكون وعلى أسراره وعلومه ويتعرفون عن نفس البشرية يورثهم الله سبحانه وتعالى خشيته.
كلما تدبر الإنسان. ثم أيضا وجدت مسألة دقيقة جدا سبحان الله، تلاحظ بأن القرآن والسنة النبوية مصطلح العلم ومصطلح الفقه، مصطلح الفقه يذهب في الاتجاه الشرعي، ومصطلح العلم يذهب في الاتجاه الآخر. لكن كلاهما العلم والفقه يدلان على الله سبحانه وتعالى ويتجهان به، وهذه طبعا تدخل في فلسفة العلوم. إذا مدح الله سبحانه وتعالى النوعين من العلم، نعم، وأنه مهم، نعم، ولا بد للبشرية منه. ولذلك بس دعني أقول الشرط الوحيد الإسلام يشترط أن يسميه العلم النافع، يسميه العلم النافع. فمتى ما أنت وقعت على العلم النافع إن شاء الله وقعت على ما هو مطلوب شرعا. معنى أن هناك علما ليس نافعا. نعم، هنالك علوم ليست نافعة. كيف تفسر قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ أيوة، هذا الذي على الأقل انشغل بالعلم الظاهري، العلم الذي يتعلق بالماديات، ولكنه لم يستصحب معه ما أسميه بفلسفة العلم أو غاية العلم. أنت تعمق في العلوم المادية جميل، تعمق في علوم الأرض، تعمق في علوم الكون، لكن إذا اكتفيت بها عن الذي خلقها فأنت اكتفيت بما هو ظاهر. طيب، نجد دكتور حسن مع الأسف بعض الدكاترة أو المهندسين أو ممن تعلم وتعمق في العلم الأكاديمي التجريبي نجده لا يحسن قراءة القرآن. على سبيل المثال يقرأ مثلا قاف ها يا عين صاد كهيعص، نعم، ويقرأ أيضا يعني كثير من الآيات يقرأها قراءة طبيعية لم يتمكن من قراءة القرآن الكريم أو لم يتعلم. ما هو توجيهكم لمثل هذا؟ أول، هذا حقيقة هو عبارة عن الاختلال في العملية التربوية والعملية التعليمية. يعني مثلا السلف رضوان الله عليهم وتاريخ الأمة كله كان نقطة البدء في العملية التعليمية القرآن، نقطة البدء، يعني لا يكاد يختلفون في أن الطفل النقطة التي يفتتح بها هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما كان حتى الذي يذهب في اتجاه العلوم الطبيعية ما كان يعاني من مشكلة القراءة. لكن للأسف الشديد لما قزتنا الحالة الاستعمار ودخلت علينا الحالة العلمانية ونشأت المدارس، طبعا الاستعمار نظر إلى مسألة مهمة جدا وهي قضية القرآن الكريم ومفردات هذا القرآن. سبحان الله، هذه المفردات لها علاقة لها تعلق بالعقل واتساع مدارك العقل. فالطفل الذي مثلا عمره 10 سنوات ويحفظ كتاب الله يقال بأن مداركه العقلية تتسع بمقدار المفردات التي حملها. فالقرآن الكريم يحمل أول مضامين اللغة العربية، واللغة العربية تعتبر أوسع اللغات في العالم يعني من حيث المفردات. فكان العالم الإسلامي يفتتح بالقرآن ثم يتدرج بعد ذلك في علوم الفقه وعلوم التفسير وعلوم الحديث والعلوم الطبيعية الأخرى. جاءت على كل الآونة الأخيرة منذ تقريبا 100 أو 200 عام جاءت قضية الفصل في العلوم، والمستعمر أراد أن يقتل فكرة تعلم القرآن وفكرة تعلم العلوم الشرعية، يقتلها من خلال فتح مدارس لا علاقة لها بالجانب الشرعي، وفي نفس الوقت مرتبط التوظيف، على الأقل التوظيف الحياتي مرتبط بهذه المدارس. كيف تردون على من يقول أن حفظ كتاب الله عز وجل أو تعلم العلم الشرعي يعيقنا عن التقدم والازدهار
عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. سيدات السلام عليكم، عدنا والعود أحمد. نحن نناقش في برنامجكم قضايا الإريترية، نناقش العلم وأهميته، العلم والتعليم وأهميته في إريتريا. ضيفنا في هذه الحلقة نجدد الترحيب به الدكتور حسن سلمان. أعزائي المستمعين، كنا نناقش عن أهمية التعليم من حيث العموم، سواء كان التعليم الشرعي أو التعليم الأكاديمي. الآن ننطلق إلى النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة جدا: التعليم في إريتريا، بدايته وحاله وماذا سيكون مآله إن شاء الله. إلى هذه النقطة ننطلق مع دكتور شيخنا ودكتورنا الدكتور حسن. التاريخ العلمي في إريتريا، نريد نبذة سريعة عنه حتى ننتقل بعد ذلك إلى النقطة المهمة، وهي نقطة مشاكل الطالب الإريتري. أول، حركة المجتمعات بشكل عام لا تنفصل عن التعليم، بغض النظر هو تعليم متطور أو تعليم يعني فيه نوع من التخلف. التعليم مصاحب عموما للإنسان. لكن دعنا نتكلم على الأقل إريتريا باعتبار أنها مرتبطة تاريخيا بدخول الإيطاليين. لا نذهب بعيدا، نبدأ من الإيطاليين وكيف كانت حركة التعليم في المجتمع الإريتري. إيطاليا حقيقة لما جاءت، وطبعا أكبر زمن أو أكبر مدة زمنية أخذها على الأقل الاحتلال هو فترة الاحتلال الإيطالي، يعني أكثر من الاحتلال البريطاني والاحتلال الأثيوبي. الإيطاليين حاولوا يركزوا في التعليم باللغة الإيطالية، لم يهتموا بقضية التعليم كان عندهم مسارين: مسار لأبناء الإيطاليين، والمسار الثاني لأبناء المستعمرة الإريترية اللي هي وقتها كانت تحت الاستعمار الإيطالي. وكان هدف على عملية التعليم عند الإيطاليين هو كيف يوجدون المترجمين وبعض الشخصيات اللي على الأقل تشترك معهم في الإدارات والقضايا المتعلقة بالمهن، جوانب المهن. فلم يركز على الأقل الاستعمار الإيطالي في عملية التعليم. وبالتالي لما نرصد الحالة ما بين الاستعمار الإيطالي وما بين الاستعمار البريطاني سنلاحظ الفارق كبير جدا. يعني مثلا في فترة الاستعمار الإيطالي لم تتجاوز المدارس كلها في إريتريا في حدود 25 إلى أقل من 25 مدرسة. لما جاءت بعد ذلك بريطانيا، هنا حصل نوع من الاختلاف بعض الشيء. أولا وسعت إيطاليا في العملية التعليمية،
ثم وسعت في طريقة تعاملها أيضا مع المجتمع الإريتري، خاصة الشعب الذي ينتقل من مكان إلى مكان اللي هو مسألة الرحل. فمثلا أولا ركزت في أن التعليم يكون باللغتين العربية والتجرينية، ثم يكون في المراحل المتقدمة باللغة الإنجليزية. في أي استعمال هذا؟ في البريطانيين. يعني في بريطانيا حرصت أن يكون التعليم يعني اللغة العربية في مناطق المسلمين، واللغة التجرينية كان تقريبا في مناطق غير المسلمين. فحرصت على كل، وهذه طبعا عقلية بريطانية خطيرة، يعني كيف أنها تراعي على الأقل. النقطة الثانية كان من حيث اهتمامها بالتعليم أكثر من الإيطاليين، كانت مهتمة بالعملية التعليمية أكثر من الإيطاليين، خاصة في الرحل. يعني مثلا المستويات اللي نسميها نحن مراحل الأساس أو المراحل الابتدائية، كان حتى يتنقلوا مع الرعاة. يعني كان العملية التعليمية إذا انتقلت قرية أو انتقل الناس من مكان إلى مكان، ما كانت تصير على أن تكون، لا، تنتقل معهم العملية التعليمية وينتقل معهم المعلمون وهكذا. هذه تقريبا. ثم توسعت بشكل كبير خاصة في المناطق الشمالية في إريتريا. يعني إيطاليا مثلا ما اهتمت بالمناطق الشمالية في إريتريا، بريطانيا اهتمت بهذه المناطق وحاولت أن توسع. فعلى كل جعلت بعد ذلك المستوى الأول تقريبا اللغة العربية والتجرينية، ثم المرحلة الثانوية كانت باللغة الإنجليزية. تمام. يعني الإنسان يتعلم في البداية اللغة العربية والتجرينية، ثم بعد ذلك ينتقل للمرحلة الثانية. المراحل الثانوية حرصت أن تجعل يعني مراكز أساسية. ما استطاعت طبعا أن توسع في المدارس الثانوية على مستوى القرى، لكنها جعلت مثلا مدن كبيرة مثل أسمرة، مصوع، كرن، المناطق الكبيرة فتحت فيها مثلا مدارس ثانوية، بحيث الطلاب يأتون من القرى إلى هذه المناطق الثانية. هذا كله في العهد البريطاني. طيب بعده بعد ذلك على كل، هنا طبعا اتسعت عملية التعليم واستفادت بنسبة كبيرة جدا استفاد الشعب، وبريطانيا أيضا وجدت كمية كبيرة من الذين يمكن أن يساهموا معها في إدارة الدولة ويساهموا في التعليم. جاءت بعد ذلك إثيوبيا طبعا. إثيوبيا، وهنا طبعا بريطانيا سنلاحظ بأن الحالة هنا حالة عملية التعليم، وهذا أثرت لو تلاحظ في مسألة مناقشة اللغة العربية اللغة الرسمية في البرلمان الإريتري. فلاحظنا كيف أن الناس هذا التمسك الحصل باللغتين العربية والتجرينية نتيجة التأثير الحاصل أصلا في عملية التعليم. نعم. جاءت بعد ذلك طبعا إثيوبيا، وإثيوبيا ألغت التعليم باللغات المحلية الإريترية وأجبرت الناس أن يتعلموا بلغة الأمهرة. ففتحت المدارس تقريبا باللغة الأمهرية. لكن بعد ذلك أيضا مسألة التعليم العالي هل كان في الفترة هذه. أيوة. في الفترة هذه ستلاحظ طيلة هذه الفترة ما كان في مسألة الجامعة، على الأقل البريطانيين والإيطاليين ما كانت مرحلة جامعية. بالضبط، كنت أريد أن أسأل هذا السؤال. أيوة. يعني مرحلتي استعمار الإيطالي والبريطاني لا توجد جامعات. لا، لم تكن هنالك جامعات. تمام. لما جاء العهد الأثيوبي، أيوة. هنا بدأت على كل مسألة الدراسات الجامعية مع التضييق الكبير من الإدارة الأثيوبية، لأنها لاحظت هنا الآن الثورة الإريترية بدأت وانطلقت، فبدأت هي أيضا تضيق في عملية التعليم. لكن في البداية قبل أن تنطلق الثورة كان هنالك مجال على الأقل للذهاب. التضييق كان في مجال اللغة أو في مجال التعليم عموما؟ لا، بشكل عام. كانوا يتخوفون بشكل عام بأنه ما كان يعني يضيق على الأقل الحالة التعليمية في أن يصل الطالب الإريتري إلى مراحل. لكن يبدو لي كانت هناك جامعة في عهد نعم، في العهد الأثيوبي كانت في جامعة في أسمرة، وكان في أيضا جامعة أديس أبابا. كان الطلاب الإريتريين أيضا يذهبون إلى هناك ويدرسوا أيضا ويكملون في جامعة أديس أبابا. نعم. تمام. أيوة. ثم أيضا كان في المنح الدراسية، ولكن كانت ضيقة، يعني ما كان يسمح للإريتريين بالذات الاشتراك في المنح الخارجية. لكن في الداخل على الأقل في مساحات استفادت فيها بعض المكونات الإريترية، حتى في ظل الثورة في ناس طبعا كانوا مستفيدين من جامعة أسمرة والدراسة فيها وكذا. التعليم نعم بعد الاستقلال. التعليم بعد الاستقلال يلزمنا أول نتحدث عن ما قبل الاستقلال. تعليم في ظل الثورة الإريترية. صحيح. التعليم في ظل الثورة مهم جدا، نقطة مهمة. حقيقة التعليم في ظل الثورة الإريترية يمكن أن نتحدث عنه في مسارين مهمين. المسار الأول هو التعليم في داخل الأراضي المحررة. يعني كل التنظيمات التي على الأقل كانت داخل إريتريا حررت مناطق اهتمت بالتعليم. ما شاء الله. اهتمت بالتعليم، وكان غالبا التجربة الأساسية في التعليم هي تجربة جبهة التحرير الإريترية، وكذلك تجربة قوات التحرير، ثم أيضا تجربة الجبهة الشعبية كواحدة من التجارب. هذه التجارب طبعا أفادت في اتجاهين أو في أكثر من اتجاه تقريبا. الاتجاه الأول على مستوى المناضلين، معظم المناضلين تقريبا كانوا يتلقون محو الأمية في هذه المناطق التي نتكلم عنها، مناطق الأراضي المحررة. النقطة الثانية أيضا في الشعب،
عموم الشعب كان فكرة سياسة محو الأمية كانت سياسة ثورية متبعة، يعني الثورة الإريترية كانت تحرص على أن الشعب يتعلم، وتعرف أنت الشعب وقتها كان نسبة الجهل فيه نسبة كبيرة جدا، فكانت الاتحادات الطلابية تساهم بشكل كبير، تدخل مثلا في العطلات الرسمية الطلاب الموجودين في بغداد، في دمشق، في الخرطوم، في ليبيا، على كل هؤلاء بمختلف الدول يعودون إلى إريتريا في فترة العطلة ويساهمون في عملية محو الأمية حسب التنظيم الذي هم ينتسبون إليه. فعلى كل كان هذا إطار مهم جدا. ثم أيضا فتحت مدارس في داخل إريتريا، وهذه المدارس كانت على كل الغالب فيها اعتماد اللغة العربية واللغة التجرينية، كان تقريبا ده الغالب في المدارس. هنالك إطار آخر أيضا اهتمت فيه الثورة الإريترية بشكل عام، وهي مسألة المدارس في السودان، مدارس التعليم في السودان. وهنا طبعا كل تنظيم حتى لا نستثني أحد، كل التنظيمات تقريبا أسهمت بفتح مدارس في السودان أو في مناطق المهاجرين بالسودان. أي مناطق المهاجرين بالسودان، اللاجئين، يعني مناطق اللاجئين بالسودان. وبعضها أيضا كان في المدن السودانية أيضا كان فيها تقريبا بعض المدارس. فمثلا جبهة التحرير الإريترية وقوات التحرير الشعبية، الجبهة الشعبية، كل هؤلاء كان لهم تقريبا مساهمات في التعليم. مساهمات في التعليم. يعني الثورة الإريترية عموما كان لها مساهمات في التعليم. أضف إلى ذلك الأمم المتحدة اللي هي دخول اليونسكو طبعا على الخط، وأيضا هذا كان فيه نوع من المساهمة في العملية التعليمية. مع أن هنالك أيضا قطاع واسع من الإريتريين استفاد أيضا من المدارس السودانية اللي أتيحت له أيضا أن يدخل في المدارس السودانية، خاصة أبناء المدن الذين حتى الإريتريين موجودين في المدن السودانية، هؤلاء دخلوا تقريبا معه. فعلى كل اتسعت مساحة الله. ثم هنالك كان نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالثورة الإريترية اللي هي المنح الخارجية. المنح الخارجية هذه من أهم الملفات التي على الأقل أسهمت فيها الثورة الإريترية. كانت تبتعث إلى السعودية، المملكة العربية السعودية، إلى الكويت، إلى قطر، إلى العراق، إلى سوريا، إلى لبنان، أعداد كبيرة جدا حقيقة تم ابتعاثها. ثم هنالك تجربة حقيقة يجب أن لا نتجاوزها إنصافا لأصحابها وإنصافا للقائمين عليها، وهي تجربة جهاز التعليم الإريتري. عثمان صالح سبي عليه رحمة الله وأخوه تقريبا محمود سبي عليهم رحمة الله جميعا، هؤلاء يمكن من أكثر الذين انتبهوا إلى قضية التعليم. وجهاز التعليم الإريتري من الميزة الأساسية اللي يتميز بها أنه ابتدأ من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. معظم الذين ذكرناهم ما كان عندهم مدارس ثانوية، يعني القليل منهم على الأقل وصل إلى اليونسكو كان فيها ثانوي، لكن جهاز التعليم كان يبدأ من مرحلة الأساس، مرحلة ابتدائية، مراحل متوسطة، مراحل الثانوية، ثم كان يحرص أن يؤمن لهؤلاء الطلاب الذين يتخرجون من جهاز التعليم الإريتري المراحل الجامعية. طيب دكتور حسن، وكان حقيقي منهجه أيضا مطبوع، يعني منهج. طيب جزاكم الله خير على ذكر هذه المآثر الجميلة وهذا السرد الطيب. ماذا عن التعليم الشرعي في ظل هذه يعني المسار التاريخي؟ ماذا عن التعليم الشرعي؟ أحسنت. حقيقة فيما يتعلق بالمسار التاريخي تعليم، دعني أتكلم بشكل عام عن التعليم الديني حتى نكون أيضا يعني ناخذ المساحة أوسع. التعليم الديني تقريبا تركز في الحالة الدينية المسيحية، هذه طبعا لها كان كنائسها ولها مدارسها ولها يمكن كانت ماخذ حظ ولا بأس بها، وخصوصا لما جاء البريطانيون وجاء الإيطاليون كانت هنالك التبشير متاح، وكان على الأقل يفتح لهم مدارس. لكن في هذه الفترة على وجه التحديد مثلا حرمت الحالة الدينية المسلمين، فكانت ضيقة جدا، مستوى التعامل كان ضيق جدا. فكانوا مثلا الحالة الدينية في إريتريا فتحت هنالك بعض المعاهد. وتعرف أنت فكرة الخلاوي القرآنية التي يعتمد عليها الشعب الإريتري خصوصا في الريف، يعني يمكن نحن جميعا افتتحنا مسألة الألف بالتاسات افتتحناها تقريبا في الريف الإريتري. يكون هنالك شيخ بسيط جدا درس في السودان، درس في مناطق على كل في داخل إريتريا، ثم يفتتح عندما يعود إلى أهله يفتتح خلاوي القرآن الكريم، فتجد الطلاب كلهم يفتتحوا القرآن في الخلاوي. طيب دكتور حسن، أي نعم، هذه النقطة مهمة. نعم. سنعود إليها بعد هذا الفاصل إن شاء الله. أعزائي المستمعين، تابعوا معنا التاريخ التعليمي لإريتريا عبر عصور مرت بين في العصر الإيطالي والبريطاني، وكذلك في عصر الثورة الإريترية. تابعوا معنا حتى نرى كيف مر التاريخ، كيف مر التعليم الشرعي لإريتريا وكيف بدأ. تابعوا معنا فاصل وسنعود معكم إن شاء الله تعالى.
الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج المستمعات. السلام عليكم، نجدد الترحيب بكم في برنامجكم قضايا إريتريا، التعليم في إريتريا. تحدثنا مع شيخنا ودكتورنا الغالي الدكتور حسن سلمان عن سرد ممتع للعلم وتاريخه في إريتريا منذ عصر الإيطاليين والبريطانيين والثورة الإريترية، وما قدمته الثورات حقيقة من تعليم طيب، وما ذكره الدكتور حسن من جهود عثمان صالح سبي وأخيه في هذا المجال رحمة الله على الجميع. نتحدث الآن بعمق عن تاريخ العلم الشرعي، كيف بدأ في إريتريا وأين وصل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مشاكل الطالب الإريتري. تابعونا وكونوا معنا حتى نختم الحلقة بخير، بارك الله فيكم. دكتور حسن، افتتحنا تاريخ التعليم الشرعي في إريتريا. ليتك تعطينا نبذة سريعة عنه، كيف وصل وأين هو الآن. أول خلفية تاريخ العلم، طبعا التاريخ قديم جدا، لأننا نحن نتحدث عن تاريخ يبدأ تقريبا من دخول الإسلام تقريبا إلى إريتريا أو منطقة الحبشة بشكل عام. فلنا أن نتصور هذه الفترة كلها طبعا كانت حركة التعليم فيها لم تنقطع بأي حال من الأحوال، لكن نحن نتكلم على الأقل عن تاريخ الحديث. لاحظنا أن في التاريخ الحديث تركزت عملية التعليم الديني تقريبا في أكثر من مسار. المسار الأول هو البدايات الأولية بالقرآن الكريم في الخلاوي، فكان تقريبا هذه يرى أي حي من الأحياء أو أي قرية من القرى أو أي مدينة من المدن لابد أن يكون هنالك شيخ ولابد أن تكون خلوة القرآن الكريم. النقطة الثانية، متى نستطيع نحدد تاريخ هذه الخلوات؟ يعني تقريبا لا، الخلاوي قديمة، الخلاوي مرتبطة تقريبا بتاريخ الإسلام من حيث الخلاوي. سبحان الله. أي يعني حفاظ التاريخ الإسلامي في البلدان كلها مرتبط بالقرآن الكريم. يا سلام. عملية التعليم هذه تقريبا لا شك فيها. لكن التطور بعد ذلك كيف ينتقل الإنسان من خلاوي القرآن إلى المراحل الأخرى، هنا تأتي وفعلا ما من قرية إلا وفيها خلوة، فيها خلوة وفيها شيخ. أيوه، وهذه واحدة من المهام. ثم يعني على الأقل لو جئنا إلى نهايات العهد الإيطالي والبريطاني، هنالك دخلت طوائف دينية أيضا، اللي هو دخل التصوف مثلا، الطائفة الختمية مثلا دخلت بشكل قوي وعملت نوع من التأثير على كثير من مناطق المسلمين. وهنا ظهرت ما يسمى بالخليفة، والخليفة هي حالة دينية تلعب أو تقوم بدور القرآن الكريم والفقه والتعليم وكذا، وتمثيل الحالة الدينية للطائفة أيضا. فاتسعت في هذه الفترة العملية التعليمية، وارتبط معها مباشرة أيضا التعليم إلى الخارج. يعني كيف أنهم مثلا الإريتريين ينتقلون إلى اليمن، ينتقلون إلى السعودية، ينتقلون إلى السودان، ينتقلون إلى الأزهر الشريف.
يعني ما تتوقف المسألة، لكن ظهرت في فترة الخمسينات والأربعينات أيضا بدايات لمسألة الخلاء. طيب مسألة المعاهد الشرعية. كلام جميل. الحقيقة لفت انتباهي حديثكم الشيق أن ما من إريتري مسلم سبحان الله إلا وتجده قد قرأ القرآن وردده على الأقل نظر، وتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يعبد ربه. لمن يعود هذا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى؟ وشوف سبحان الله، أو دين الله سبحانه وتعالى محفوظ نظرا وعملا. أن الله سبحانه وتعالى، يعني أنا أقصد رغم هذا استعمار الإيطالي، استعمار البريطاني، ثم وجود المرحلة الأثيوبية وكذلك، كيف استطاع الشعب الإريتري أن يتمسك بدينه طيلة هذه الفترة؟ على كل كانت جزء كبير من الحالة كانت تعود إلى الحالة إيش أسميها العوائل الدينية. يعني في كل منطقة معروف أن هنالك عوائل دينية في إريتريا معروفين، على الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان. هذه أول كحالة، بمعنى كل من يقوم بالحالة الدينية عائلته وأسرته وقبيلته تتبع عليه ويقوم بعد كده بالحالة الدينية ويتوارثونها وينظرون إليها بعد أن هذه واحدة من مهامهم الأساسية. أبنائهم يحاولوا مثلا أن يتوارثوا هذه المسألة. فالحالة الدينية تقريبا أخذت في مرحلة من المراحل جوانب العوائل، بحيث والله العوائل تقوم بعمليات التدريس. في جانب آخر أيضا دخلنا زي ما ذكرت لك في مرحلة المعاهد الشرعية، انتقلنا من فكرة العوائل والخلاوي إلى نظام المؤسسات. تمام. من أين جاءت؟ هذه الفكرة على كل قام بها بعض الدعاة الذين تأثروا بالحالة في السعودية أو تأثروا بالحالة في السودان، أو أيضا المصريين. الأزهر الشريف كان من أوائل الذين أسهموا على الأقل في فتح بعض المدارس العربية وفتح أيضا الاهتمام بالحالة الدينية وقضية تأهيل الأئمة. وهنا نلاحظ لك أن تتصور مثلا مفتي الديار الأريترية إبراهيم المختار مثلا من علماء الأزهر الكبار والمشاهير اللي إلى الآن الأزهر يكاد يدون تقريبا وضعيتهم العلمية ويعد من رموز ومشيخة الحالة في الأزهر. فعلى كل ارتبطت في تقديري هذه الحالة كانت بهذا الشكل، وكانت تتمدد إلى أن ظهرت المعاهد كمؤسسات. على الأقل انتقلت من الحالة البدائية إلى الحالة المتوسطة في التعليم، حالة التوسط في التعليم. في خلال دقيقة واحدة حدثنا عن الشيخ محمد المختار، إبراهيم المختار رحمة الله عليه. هذا العالم الكبير حقيقة له حق وفضل علينا. وإن شاء الله نفرد له في حلقة مستقلة عن جهود هذا العالم الإريتري الذي لم يكن يخشى في الله لومة لائم، وكان له جهود، وإلى الآن نحن نسمع عن أخباره ليتنا لقيناه واستمعنا منه. حقيقة الرجل باختصار شديد كان يتمتع بأمرين: أنه عالم يخشى الله ولا يخشى غيره. يعني هذه السمة لو أردنا أن نقول كما وصف الله سبحانه وتعالى: الذين يخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. الله سبحانه وتعالى وهب هذا الرجل علما، كان شخصية أصولية شرعية فقيه، ترك من الموروث العلمي والتراث الكثير جدا، ولا زال جزء منها تقريبا موجود في يعني يتم تدريسه في مؤسسات الأزهر الشريف، ويعد كما ذكرت لك من الشخصيات القامة. ثم أيضا المرحلة التي عاشها لم تجعله عالما دينيا محضا، ولكن كانت له مواقف سياسية. يعني الرجل لم يكن شخصية فقط منزوي في قضية، فهذا يبدو قضية الشهرة التي أخذها هو في الوقت الذي كانت الحالة حالة من استعمار إلى استعمار، ومن حالة انتقال إلى يعني لم تعش الدولة الإريترية على الأقل وضعيتها الطبيعية، ولم تكن هنالك الرموز السياسية التي تستطيع أن تستند إليها في الملفات السياسية. فكان الرجل على كل يقوم بأكثر من دور في الحالة، ولذلك كانت في فترته على الأقل الحالة الدينية قوية جدا، وإفتاءاته كانت ملزمة، والكل تقريبا كان اللحظة التي يقول المفتي فيها كلمة كل المسلمين يلتزمون بفتوى. يا سلام، رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة. فخر لنا أن نتحدث عن هذا الشيخ، ويمكن حقا يفرد له حلقة خاصة. موضوع المفتي يحتاج فعلا إلى حلقة خاصة. الشيخ حسن، الوقت يداهمنا. نريد ما بقي من وقت الحلقة أن نركز الضوء على الطالب الإريتري. إريتريا ولله الحمد تتمتع بعقلية نظيفة من طلاب العلم والطالبات. شهدت بذلك كثير من الجامعات والمؤسسات التعليمية في داخل إريتريا وخارجها عن نظافة العقل الإريتري في الحقيقة. ولكن الطالب الإريتري لم تتح له الفرصة التعليمية. نريد أن نسلط الضوء حول هذا، وكيف ممكن أن نعين الطالب الإريتري حتى يكمل دراسته. نجد أنه يعاني كثيرا في الداخل فلا يتمكن من التعليم.
أن يعاني كثيرا في أفريقيا عموما، وفي الدول الخليج دون تحديد، وكذلك في أوروبا. هناك حقيقة مشكلة يعني قائمة للطالب الإريتري في مرحلة الثانوية، قليل الذين تتاح لهم الفرصة، إما لأن عائلاتهم متمكنة أو لأن بعض ذويهم يقومون بمساعدتهم. أما لا توجد حالة عامة مثلا في إيجاد حل جذري تقوم به جماعة ممكن أن تفيد الطالب الإريتري. نريد التسليط حول هذا. والله هو حقيقة الموضوع طويل ويحتاج فعلا إلى توسع، لكن لو أردنا أن نتكلم باختصار عن الحالة، التحديات في الداخل تكاد تتمثل في أول غياب جامعة على الأقل إريترية يستطيع الطالب الإريتري ينتقل إليها من المستويات الدنيا ليصل في النهاية إلى جامعة داخل البلد. في كل الأحوال طبعا ستكون أقل تكلفة وأقل على الأقل في الترحال، في غيرها حيكون على الأقل. طبعا الجامعة في البداية كانت موجودة بعد التحرير، ولكن بعد الحرب الأثيوبية الإريترية طبعا توقفت الجامعة وتم توزيع الكليات إلى المدن الإريترية. سنلاحظ الآن على الأقل أن التعليم في الداخل حاليا شبه انحصر في ما يمكن أن نسميه بالتعليم المهني. يعني هذه الكليات جزء كبير منها يدرس تقريبا الاحتياجات المهنية، ولكن ما نسميه الآن بالعلوم التي تنهض بالمجتمعات، العلوم الإنسانية، العلوم التجريبية، هذه أنا أعتقد نحتاج فيها فعلا إلى أن تلتفت إليها الدولة أولا، في أنه لا بد من أن تفتح الجامعة في أسرع وقت حتى تستطيع على الأقل هذه المجموعات الطلابية أن تصل إليه. النقطة الثانية أيضا من المشكلات الكبرى التي تواجه الطالب في داخل إريتريا، وخاصة عنصر النسوي، يعني العنصر النسائي، البنات على وجه التحديد، الطالبات، ارتباط التعليم بمسألة التدريب العسكري. طبعا هذه المسألة إشكالاتها كبيرة، يعني لا يعني من الصعب أن نلخصها، لكن تصور الطالبة من تدرس إلى السنة 11 لما يأتي السنة 12 مجرد هي ستذهب هذه البنت إلى ساوة مباشرة، أهلها يقطع التعليم ويحاول بأي طريقة من الطرق أنها تزوج، وبهذا يكون قد قطعوا على التعليم، الطريق على الأقل عن العملية التعليم. وبالتالي ونحن نتكلم على الأقل عن مجتمع يريد أن ينهض بالمرأة، ويريد المرأة أن تكون فاعلة فيه ومؤثرة، وفي نفس الوقت تسلك من الأساليب ما يؤدي في النهاية إلى أن هذا المجتمع على الأقل نساؤه يقطعن العملية التعليم. فلا يكون أمام البنت إلا إما أن تتزوج، وإما أنها تجلس في بيتها حتى على الأقل خلاص يعني. ثم أيضا لاحظنا من خلال التتبع أيضا العملية التعليمية حتى في ساوة، لاحظنا نسبة الذين يحققون نجاح مما يدخلوا ساوة 30%. يعني أنت 70% منهم مثلا لا تتاح له. لماذا؟ لأنك أدخلت فكرة التعليم مع فكرة العسكرة، وهذا على كل أيضا من القضايا التي تحتاج إلى. إذا أنت تفتقد إلى الجامعة في داخل البلد، طبيعي جدا بعد كده أنت كأنما السلم التعليمي انقطع إلى المرحلة الثانوية، تفتقد إلى هذه الحالة التي ذكرناها، حالة إنه والله كيف أن التعليم يتاح للعنصر النسوي على وجه التحديد إلى أن يصل إلى المرحلة الجامعية دون أي إكراه، دون أي إشكالية، دون أن تتعرض على الأقل الفتاة. وأنت تعرف أن تحيل الفتوات والفتيان تقريبا معا إلى معسكرات تدريب مغلقة، هذه في نفسها طبعا فيها إشكالات شرعية، فيها كثير من الناس لا يتقبلوها بطبيعة الحال، يعني مهما قلنا في هنالك إجراءات غيرها لكن لا يتقبلها كثير من الناس. اليوم أنت مثلا بنتك لا تستطيع أن تجعلها تسافر لوحدها حسب ما العقيدة والدين الذي تربينا عليه. حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى حلقة مستقلة. نعم. التعليم في ساوة يحتاج إلى حلقة مستقلة. نعم. لكن نريد الشيخ إن داهمنا الوقت. نعم. نريد في دقيقة واحدة أن نشكر كل الدول والجهات التي ساهمت وأسهمت ولا تزال في تقديم المنح التعليمية للشعب الإريتري، كدولة السودان، دولة المملكة العربية السعودية، دولة تركيا، دول الخليج بشكل عام، دول الخليج بشكل عام. نريد أن في دقيقة واحدة أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أولا حقيقة نحن قبل أن ينتهي بنا البرنامج نشكر حقيقة كما تفضلت، نشكر كل الذين ساهموا، وخاصة العرب الذين على الأقل وقفوا مع الثورة الإريترية، وقفوا مع الشعب الإريتري في كل مراحله، وخاصة في التعليم بين مقل ومكثر، يعني الناس يتفاوت، لكن على الأقل كلهم يكاد يكونوا ما أعرف دولة عربية لم تساهم في التعليم الإريتري، كلهم تقريبا بفضل الله سبحانه وتعالى ساهموا في هذا الاتجاه. وبالتالي من هذا المنبر نحن نسدي إليهم الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم، ولكن أيضا نناشدهم بأن هذا الملف لم يكتمل بعد. يعني لا بد من أن يكون هنالك على الأقل النافذة مفتوحة والمسارات مفتوحة حتى يستطيع. نحن ذكرنا الآن التحديات التي تواجه الداخل الإريتري، يعني دولة حديثة النشأة، إمكاناتها محدودة، قدراتها محدودة، ففي النهاية هذا الشعب بهذه الحرص
احنا ذكرنا الان حرص، يعني انا اعرف مثلا بعض الطلاب زملائي مثلا وهم في طريقهم الى الهجره من السودان سيرا الى الاقدام ذاهبين الى القاهره توفوا في الطريق مثلا في شمال السودان. فهذا الشعب حقيقه يستحق الكثير. صحيح. ويستحق ايضا ان القائمين ايضا على رؤوس الاموال الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى مالا عليهم ان يلتفتوا الى هذا الجانب. فحقيقه هذا ايضا من المجالات التي نحتاج فيها ان شاء الله. كذلك اشكر دوله تركيا على المنحه التي قدمتها. احسنت. دوله تركيا الان طبعا فيها مجال ومفتوحة الفرص، ولكن حقيقة موضوع دولة تركيا أنا في تقديري يحتاج مننا إلى حلقة خاصة، لأن كيف يستطيع الآن الشعب الإريتري أن يتضامن للعملية التعليمية؟ يعني أنا في تقديري معركة الإريتريين هي التعليم. إذا استطاعوا على الأقل أن ينقلوا أبنائهم إن شاء الله إلى مصاف العمليات التعليمية واستفادوا على الأقل من التعليم في كل البلدان، أعتقد إن شاء الله. وهذا طبعا يسهم فيه أكثر من طرف. الطالب موجود، ونحن الآن تذكر يوم أن فتحنا فقط فرصة مثلا الناس حاولت يعني أن يقدم لها الآلاف من الناس، لكن يحتاج إلى إمكانات، يحتاج إلى رؤوس الأموال، يحتاج إلى الأوقاف التعليمية، يحتاج إلى الروابط أيضا التي ربما حتى هنا أنا أقول حتى الأسر، لو هنالك أسر تتكاتف لتدريس ابنه أيضا هذه من الأشياء إن شاء الله. جزاكم الله خير دكتور حسن على هذا البيان وعلى هذا الطرح الجميل. أعزائي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قضايا إريتريا. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن على هذا العرض الجميل، وأشكركم مع مشاهدي الأعزاء على المتابعة والاستماع، وأشكر فريق التسجيل ها هنا، وأسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ظلال أعينك شمعة جديدة، وفي ظلال أعينك شمعة جديدة، ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا راديو سلام.